ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن الصداقة. الصداقة الانسان ربنا خلقه كائن اجتماعي. كائن اجتماعي. ماشي، فاحنا عايزين يبقى عندنا صحاب، عايزين يبقى عندنا عيلة، عايزين نكون أسرة، عاوزين يبقى حوالينا ناس. بس مش اي ناس، طبعا ناس صالحين، اصدقاء كويسين، ماشي، مش مؤذيين. طيب، هرم ماسلو، لو انتوا دارسين علم نفس او سواء مش عارفينه يعني اكيد درستوه في المدرسة. هو بيوصف الاحتياجات الإنسانية، ومن ضمن الاحتياجات الإنسانية ان هو يكون مرغوب وايه ومقبول في المجتمع. تمام. طيب، هرم ماسلو بيوضح اللي هو الإنسان محتاج أصدقاء وكده، وكمان محتاج برضو شعور بالتقدير. الإنسان مولود كده. طيب، ازاي بقى نلاقي صحاب؟ من خلال تجربتي انا على النت، يعني قعدت ادور ازاي يبقى عندي صحاب وازاي يبقى انسانة اجتماعية ومحبوبة من الكل. كلمة واحدة بس هقولها: لو الناس دول مش متقبلينك مهما عملت انت شيطان بالنسبة لهم، وانت شخص وحش بالنسبة لهم. ده من خلال تجربتي انا. يعني انتوا اكيد عارفيني، في ناس كتير مش متقبليني وفي ناس كتير مش حابيني. هو بس كده. فانت لما تفهم النقطة دي، او لما انت تفهمي النقطة دي، ان هو مش كل الناس هيتقبلوكي ومش كل الناس هيكونوا صحابك، كده انت ايه على اول الطريق الصح. فحكاية ان هو ازاي يبقى عندك صحاب، ازاي كل الناس تحبك، كيفية تكوين صداقات جديدة، هم لو مش متقبلينك خلاص. مش متقبلينك خلاص. ده اللي انا عايزة اقوله، يعني دي اول نقطة. مش كل الناس تبقى عايزة تصاحبك، مش كل الناس عايزة تصادقك. حتى لو انت انسان كويس، حتى لو انت مين، حتى لو انت الام تريز، او حتى لو انت ملاك نزل من السماء برضو. دي معلومة اغلبنا مش عارفينها. فعلا يا جماعة في ناس كتير اشرار، سواء اطفال سواء كبار سواء شباب شيوخ. في ناس اشرار حتى في الاطفال، عادي، كلنا بشر. فدي كانت اول نقطة، وهي مش كل الناس هتحبك. فطيب، احنا بقى خلاص عرفنا ان هو الناس مش متقبلين. طب ليه ممكن الناس يكونوا مش متقبليني؟ ممكن عشان انت روحك عالية وبتمثل لهم تهديد. ممكن عشان انت اغنى منهم او اسعد منهم او ناجح اكتر منهم، او لونك او دينك او عرقك، او انت طويل مش عاجبهم، انت شعرك مش عارف ايه مش عاجبهم. عادي جدا، عادي جدا. ممكن ناس يكرهوك بس يعني عشان حاجة تافهة، عشان مثلا لابس نظارة. عادي جدا، عادي جدا. ماشي. فاحنا بقى هنعرف ازاي نكون اصدقاء. كده احنا عرفنا ان احنا عايزين نكون صحاب، ده احتياج يعني يبقى عندنا صحاب، ده احتياج بشري، وان مش كل الناس تتقبلنا. طيب عايزين بقى نكون اصدقاء. طيب، ازاي نكون اصدقاء؟ الموضوع سهل جدا. ندور عليهم في المكان الصح. انت ينفع تروح تشتري تفاح من محل حلاق؟ انت كده جرب تدخل عند حلاق وتقول له ايه؟ عايز تفاح. يقول لك ايه؟ مش يطلع بره. ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل. يعني انت ما ينفعش تروح مجتمع وحش او ناس مش شبهك خالص وتقول واو انا عايز صحاب. مش هينفع، مش هينفع. لازم تدور على الصحاب في المكان الصح. طيب، هل المدرسة هي المكان الوحيد او الجامعة هي المكان الوحيد اللي نقدر نكون فيه اصحاب؟ لا طبعا. في اماكن تانية انصحك بيها وهقولك ليه، او هقولك ليه. ماشي. طيب، اول مكان اللي هو انت او انتي تلاقوا فيه صحاب، هو ايه؟ الانشطة بتاعة المدرسة او الانشطة بتاعة الجامعة او الانشطة المجتمعية، الكشافة، النادي، المسابقات اللي فيها جماعة. ليه؟ لان هما يعني الجامعات والحاجات اللي هما فرق والحاجات دي بيبقوا ايه؟ بيبقوا كلهم قلب واحد، فريق واحد. ده بيساعد ده، اللي هي ايه؟ روح الفريق. ماشي. فده مكان كويس ممكن تلاقي فيه صحاب، اللي هو جامعات الفرق. لكن هل هو احسن مكان؟ اضمنهولك، لكن 50 ل50. ماشي. يعني انا قلت لك ليه الفرق دي حلوة، لان هي
كلكوا ايد واحدة، كلكوا بتساعدوا بعض، كلكوا ده لو واحد وقع الفريق كله يقع. فهو ايه حكاية يعني انها بتعزز عند الانسان ان هو ايه روح الفريق والجماعة وكده. ماشي. طيب المكان بقى اللي انا انصحه بشدة هو الاماكن الدينية او الانشطة الدينية. يعني ايه؟ يعني كنيسة، مسجد، معبد، ايا كان دينك. هو اكيد يعني الناس اللي جوه في المكان ده سواء في الكنيسة او في المسجد او في الكنيست، معرفش يعني، معبد، ايا كان، بيكونوا ناس رايحين عشان يعبدوا ربنا. فهو اكيد في كل الاديان، كل الاديان يعني بتحس على ان هو الناس يكونوا كويسين مع بعض وان هم يكونوا طيبين مع بعض. فانت الناس دول يعني اللي هم موجودين في مكان العبادة مش هيكونوا ضرر، او حتى الضرر بتاعهم مش هيكون كبير، يعني مش هتكون اذية. فاهمين؟ مش زي الاذى الناس التانية يعني، لا، حتى اذا ما يكون قليل وايه، وهيكونوا برضو ناس كويسين لان هم يعني عايزين يعبدوا ربنا. ماشي. فاحسن مكان تصاحب فيه ناس ويكونوا ناس كويسين ومحترمين جدا واضمنهم لك برقبتي الاماكن الدينية. ماشي. ما ينفعش مثلا تروح السجن وتقول انا عايزة اصاحب من هناك، لا، مش هتلاقي مستويات كويسة. ما ينفعش تروح مثلا حتة الناس مش متقبلينك فيها وتفرض نفسك عليها، اوعى تعمل كده، هتقلل من نفسك وهتضيع وقت. طيب هل برضو احنا يعني في اماكن تانية غير الاماكن الدينية وغير الفرق ممكن ان احنا نكون فيها صداقات؟ الناس اللي شبهك اللي هم نفس اهتماماتك. يعني انت مثلا واحد بتحب الخياطة او بنت بتحب الخياطة، ينفع تروح عند ناس بيلعبوا رياضة وتقول لهم انا عايز اصاحبكم؟ ينفع، بس ممكن ما يتقبلكمش قوي. لكن لو انتوا مثلا بتحبوا الخياطة وناس تانية بتحب الخياطة ممكن تتصاحبوا، ممكن ايه تكونوا يعني تكونوا اصدقاء. لان الناس اللي متشابهين معاكوا في نفس الصفات، انا بحب كذا انت بتحب كذا، نفس الديانة، نفس الشكل، نفس الاهتمامات، نفس التوجهات، هيكونوا اصحاب. طيب ليه بقى في ناس مش عايزين يكونوا صحابنا؟ السؤال ده انا درسته يعني في علم النفس، وهرد عليه اهو دلوقتي. ماشي. ده بقى اللي هو ايه بنهاية الحلقة. يبقى احنا كده هنقول خلاصة قبل ما اقول ايه ليه في ناس مش عايزين يكونوا اصحابكم وكده. اول حاجة، ما تفرضوش نفسكم على حد. تاني حاجة، مش كل الناس هيكونوا عايزين اصحابكم، وانا هاجيلكوا ليه بعد شوية هقولكوا ليه. وتالت حاجة، صاحبوا الناس اللي شبهكم، صاحبوا الناس اللي في الاماكن الدينية او في الفرق، لان يعني دول احسن بيئتين انا انصحكم بيهم، والاماكن الدينية اكتر طبعا. ماشي. طيب هتكلم اهو. بصوا يا جماعة، زمان، زمان جدا 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 جدا، في العصر الحجري، في اللي هو عصر قبل بناء الحضارات، كان الانسان ايه؟ كان الانسان لما بيكون لوحده، ماشي، ده خطر عليه، لان كان في حيوانات مفترسة، ولان كان في قبائل تانية ممكن تأذي الانسان، ولان الانسان من غير قبيلة ممكن ينأذي، او ممكن يموت لوحده، او ممكن يمرض وما يعرفش حد ما يتعالجش، مش هيتعالج، مش هيعرف يعالج نفسه. فالإنسان لو هو لوحده ده معنى الموت، ده معنى الموت. طيب عشان كده جونوا قبائل وجماعات. طيب القبيلة بتمثل الإنسان ايه؟ القبيلة بتمثل الإنسان الحماية، الدعم، برضو يعني بيوفروا له الاحتياجات الأساسية، وكمان بيحموه انتوا فاهمين يعني، زي ما الأسرة بتعمل دلوقتي. ماشي. بس زمان كانت قبيلة، زمان جدا. طيب القبيلة دي كانت بتشترك مع الإنسان في إيه؟ نفس اللون، نفس الشكل، نفس الملامح، نفس التوجهات، نفس السياسات. طيب الإنسان اللي هو بينطرد مرة القبيلة لأنه هو مثلا خالف سياسة القبيلة أو خالف حاجات معينة القبيلة اللي هم تعملهاش، معناه إن هو هيموت. ماشي. طيب كان في بقى قبائل تانية بتهجم عليه. ماشي. بتهجم عليه. القبائل دي كانت مختلفة عنه في الشكل، في الطباع، في السياسة، في كل حاجة. طيب هنا بقى النقطة اللي أنا عايزاكم تفهموها، إن هو اللي كان بيخالف القبيلة بيتحكم عليه بإن هو يطرد برا القبيلة، وده معناه الموت.
يعني زي حكم اعدام كده. طيب، اتكون عندنا في الحمض النووي او في الذاكرة في الذاكرة اللي هي الوراثية، ان هو انت معادي ليا، يعني انت ممكن كده، فاهمين؟ يعني مش يعني ايه مش معادي عليا اللي هو جاي تأذيني، لا يعني انت مختلف عني، مختلف عني، فاهمين؟ طبعا مش تبرير العنصرية، انا بس بفهمكم زمان قوي 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 كان بيحصل ايه، والشريط الوراثي كان عامل ازاي، والذاكرة الوراثية كانت عاملة ازاي. يعني هو اللي انا عايزة اقوله لكم ان الانسان اللي بيخالف القبيلة تهديد، فاهمين؟ الانسان اللي هو مش زيي بيمثل لي تهديد. فالاحسن ان احنا نصاحب الناس اللي شبهنا، الناس اللي زينا، بنحس بامان اكتر وبنحس انها قبيلة اكتر، فاهمين؟ فاهمين الموضوع؟ وده مش تبرير العنصرية، انتوا صاحبوا كل الناس، صاحبوا كل الاديان، صاحبوا كل الطوائف، صاحبوا كل الاعراق، صاحبوا بنات صبيان، صاحبوا صبيان، بنات صاحبوا بنات، صاحبوا كل الناس، ماشي. بس انا بقول لكم ليه السلوك العدائي ده بيحصل، ليه السلوك العدائي ده بيحصل، يعني ده مش تبرير عنصرية، ده انا بوضح لكم ليه في ناس ممكن مش يتقبلوكوا، فاهمين؟ اتمنى تفهموني. باي باي، ويا رب تلاقوا اصدقاء.